يقدروا على الحياة، يقدروا في السلم أو في الحر. أهلا بحضراتكم ولقاء جديد وعلى المصري دور من داخل دار الحكمة والنقابة العامة للأطباء، حيث توجد اللوحة التذكارية الخاصة بشهداء أكتوبر. نتحدث إلى حضراتكم اليوم وهذه الحلقة، ويسعدنا أن يكون ضيفنا معنا المؤرخ والطبيب الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي. أهلا بحضرتك يا دكتور، منور. أهلا بكم في دار الحكمة. احنا عندنا 18 شهيد في معركة العبور. معركة العبور في حرب أكتوبر 73. نعم. استشهدوا، عبروا مع القوات، يعني لأن هي عيادات متنقلة وعيادات جراحية بتدي للقوات ثقة وأمان إن في أي جريح على طول بيعالجوه. فدول كلهم استشهدوا في العبور، يعني هم بيعبروا مع القوات أثناء العبور نفسه. 73 هم عبروا معاهم. وفي اللي اتعرض وهم بيفتحوا الساتر الترابي اتعرض طبعا لحاجات كتير. ازاي بيتم اختيار الاطباء في مثل هذا الموقف؟ يعني حرب 73 وعارفين ان هي قد ايه كانت فيها سريه شديده، كيف تم اختيارهم وبناء على ايه؟ احنا عندنا في الخدمات الطبيه في القوات المسلحه. نعم. ولكن 18 طبيب هم الشهداء، كان العدد الكامل كان كام وبناء على لا ايه؟ العدد كبير جدا. لان احنا عندنا اطباء عاملين اللي هم الخدمات الطبيه، والدور الكبير جدا كان لمستشفى القوات الجويه اللي في عبده باشا دي في العباسيه. لان الضربه الجويه الاطباء كان لهم دور كبير جدا، مين الطيار اللي يطلع مين اللي ما يطلعش، لدرجه انهم كانوا بيقفوا على الممرات. ف يعني الضربه الجويه كان الاطباء دور كبير جدا فيها في القوات الجويه. وبعدين دول بقى الاطباء الباقيين اللي بيشتغلوا على المواقع الارضيه بيتحركوا مع القوات، يعني وكانوا مستهدفين، انضربوا طبعا ما هم في وسطهم. ده انا واحد اعرفه وكان لواء وقائد مجموعه استطلاع، بعد 4 ساعات من بدايه اكتوبر انضرب الموقع، كانوا مستهدفين الاطباء، فهو اتحركوا، كانوا دايما بيتحركوا بالوحدات بتاعتهم والمستشفيات بعد ما اتحركوا ب4 ساعات الموقع اتضرب. هم كانوا عاملين تدريب يفوق الوصف. تدريب يعني مش بس طبعا هم خلاص هم اطباء، ولكن تدريب من خلال الجيش وعلى ان هم داخل حرب، ان هم داخلين حرب. هم فوق كظابط. هم قاعدين، في منهم اللي دخلوا من 67 قعدوا 6 سنين ما طلعوش. فكانوا بيتدربوا كل يوم ومش عارفين امتى الضرب هتروح. فكانوا يعني في اليوم العبور ده عملوا حاجات ممكن الغرب يقول عليها معجزات، بس ده احنا هنا بنقول التدريب الشاق جدا جدا جدا. وكان فيها معجزات برضه يا دكتور. ما هو طبعا ربنا كان معانا انسانيه يعني وربانيه يعني وكل حاجه، لان كانوا بيتحركوا بعيادات متنقله وغرف عمليات صغيره متنقله عشان ما ينضربوش.
وعشان يدوا الامان ويدوا الثقه النفسيه. والغريب بقى ان الجنود واللي كانوا بيترددوا على عيادات، وانا سمعت من الاطباء كانوا بييجوا يدوهم ثقه نفسيه، هم اللي بيدوهم ثقه نفسيه، ويقولوا عالجني بسرعه عشان انا عايز اروح احارب، عايز يكمل. اللي حصل في 73 ده ملحمه طبيه، ما حدش اتكلم عن صحيح. الجيش الابيض المصري في 73. طبعا الاطباء تبع القانون الدولي ممنوع يحمل سلاح، فهم ما بيحملوش سلاح، لكن بيحملوا اسلحه اخطر، بيحملوا يعالجوا الحروق. الانابيب النابالم اللي كانت على القناه كانوا مدربين على حروق النابالم وازاي يتعاملوا معاها، وبعدين يبعتوا مستشفى الحروق العسكري. ايه الحاله اللي تتعالج في المكان، ايه الحاله اللي تتبعت، ايه الحاله اللي تتحول لمستشفى السويس العام مثلا او بورسعيد. يعني حصل حاجات ما حدش يتكلم عنها خالص. حضرتك ذكرت ان هو طبقا للقانون الدولي ان هو لا يحمل سلاح، طبيب ما يحملش ولكن يستطيع سلاحه ان يعني يستخدم الاسلحه، يعني بيكون متدرب ايضا ان هو يستخدم، اصل هو في حرب ومستهدف. لا، هو المفروض في عياده، حتى لما بيتعامل مع اسير بنعالجه. تمام. يعني لكن يستطيع ان يستخدم الاسلحه. هو مدرب على السلاح. انا في 73 كنت طالب في مدرسه اسماعيل الابان الثانويه العسكريه. كنت شايل سلاح مدرب ولابس اللبس العسكري ومش عارف ايه، وجنبي مستشفى القوات الجويه. قائد المستشفى كان قريبنا اللي هو طبيب ابو العيون عبد الجواد، ابنه استاذ انف واذن في طب القاهره حازم ابو العيون. فكنت بروح اتفرج وعايز اعرف ايه اللي بيحصل، لان انا عارف ان القوات الجويه الاطباء بتوعها دول متميزين جدا. ليه؟ مفيش طيار بيطلع لما يكشفوا عليه، يرجع يكشفوا عليه، يقفوا على، وكانوا مستهدفين اطباء القوات الجويه بالذات. طبعا. اللوحه التذكاريه اللي هنا اللي مكتوب عليها اسماء ال 18 شهيد، دي ايه قصتها وامتى اتقدمت داخل دار الحكمه؟ هم دول استشهدوا طبعا في 73. نعم. ولو اقول لك اسمائهم سريع كده هتشوفي ازاي عظمه مصر. كل دول استشهدوا في العمليات، يعني ما كانوش قاعدين في القاهره ولا قاعدين، ده كانوا على خط النار بيتحركوا مع القوات، يعني مع فرقه متحركه مع عياده. فاستشهدوا. امتى تم انشاء اللوحه؟ اللوحه انشئت تخليدا ليهم من حوالي يعني من فترة مثلا أكثر من 10 سنين يعني. في أي يعني قصة لأحد هؤلاء الشهداء حضرتك تكون عارفها، عارف القصة اللي وراء الاستشهاد؟ هو كلهم وراء استشهادهم قصص، كلهم عندهم أسر، كلهم عندهم طبعا. أطفال ما فكروش نهائي في الكلام ده. ما كانوش بينزلوا، كانوا بيتدربوا على التنقل. نعم. عشان العدو كان دايما بيدور على اهداف ثابته، ولا بيهموا عيادات ولا كده طبعا. فهم كانوا عيادات متنقله ومعاها وحده جراحه صغيره متنقله، لان في ايه الجروح اللي بتيجي في الحروب؟ ضرب رصاص، شظايا، حروق، فكانوا بيتعاملوا بتنقل يعني. يعني الجيش المصري الابيض، يعني سلاح الخدمات الطبيه في القوات المسلحه، والاطباء المجندين اللي جايين من كل الكليات، كان في اطباء مجندين عملوا شغل يفوق الخيال، يعني مش هيتخيلوه اطباء الغرب، ان هم مدلعين. ايوه. دول ما بيشوفوش عائلاتهم، ما بيشوفوش ولادهم، ولما يجوا يقولوا لحد ينزل اجازه يقول لا مش هنزل. انا من 67 حالف اخد الطار، حصلت مع ناس فيهم. يقولوا له انزل اجازه، يقول لهم انا قاعد 6 سنين من 67 علشان استنى اليوم ده. يعني بجد والحمد لله جاء النصر والشهاده ايضا عند الله طبعا. يعني احياء عند ربهم يرزقون. ويمكن زي ما حضرتك ما ذكرت انه بالفعل مش برامج كتير او اعلام كتير او احنا حتى كمواطنين عاديين بنفكر كتير في الجيش الابيض اللي استشهد في 73. 18 شهيد دول لو تشوفي اسمائهم كلهم يعني ايجيبت، يعني عدد القبط المسيحيين فيهم يمكن قد القبط المسلمين، كلنا اقباط، كلنا مصريين. انا شخصيا ابن عمي كان هو فتح سطر الترابي خط بارليف العميد المهندس محمد مراد عبد الباقي. الفكره واخدها من مين؟ من قبطي اللواء مهندس باقي زكي. طبعا. شايفه مصر عامله ازاي تركيبتها؟ طبعا ما تتكسرش. عالمصري دور وصور واحكي حكاية شعب، عالمصري دور واسأل مين فينا عاشها بقلب، تلقى الحبايب في ايدك
ماشيين معاك في الدرب، قاسمين معاك الابتسامة، صابرين في وقت الكرب. من الوقت ده وحتى فيروس كورونا ما كناش بنسمع كلمة الجيش الأبيض، كنا بنتكلم عن الأطباء. ربنا يا رب يعني ما يخليش فيه أي احتياج لأي يعني عمليات حربية أو أوبئة أخرى، ولكن الكلمة برزت جدا مرة أخرى وقت وباء كورونا، لأنه كان فعلا جيش بيواجه حرب ضد الفيروس. كلمنا عن هذه المرحلة بالنسبة للأطباء. هي حرب كانت شرسة جدا، العالم كله خسر، حتى نقيب الأطباء الإيطالي راح. عندنا هنا جيش قوي جدا، مش أطباء بس، أطباء ومساعدين وتمريض، وقدم شهداء يعني من شهداء الأطباء أكثر من 700 شهيد. ومن خيرة يعني مش مثلا شباب، منهم وكيل طب القاهرة الشهيد رقم 8 وكيل طب القاهرة الدكتور هشام الساكت، ده من أحسن جراحين الأطفال في العالم راح. وحرم الدكتورة شيرين الجيار عضو المجلس القومي للمرأة حاليا وزميلتنا يعني وبتحضر معانا مؤتمرات. تخيلي بقى ان حضرتك 700 اكتر من 700 شهيد، يعني اكتر من حرب اكتوبر. حرب اكتوبر 18 وبعدين انت بتواجهي عدو معروف، لكن دي حرب فيروسيه. نعم. وهذا الفيروس انا اتكلمت عنه كتير يعني حتى طبعا في القنوات. طبعا هو لعبة. هنا بنتكلم عن الجيش الابيض. فانت كل ما انت بتواجه فيروس العالم كله فشل معاه. يعني احنا عندنا جيش قوي جدا ابيض ساعد دول تانية مش بس يعني مصر. العالم كله اتبهدل، لكن احنا عندنا شباب اطباء ما كانش بيخافوا من اي شيء، و700 شهيد يعني حاجه رقم يعني ما حصلش في كل حروب مصر. على مر التاريخ يا دكتور يعني صادف العالم اوبئه كثيره، يعني منها الانفلونزا الاسبانيه، وهي طلعت مش اسبانيه ولا حاجه هم سموها كده يعني سياسيا يعني، ولكن كان في اوبئه كتير وكان في مواجهات كتير. كيف كانت ردود افعال الاطباء المصريين؟ واي وباء حضرتك تذكره تحديدا كان مؤثر في مصر وتمت يعني اكبر وباء في تاريخ مصر الكوليرا، لان وباء الكوليرا اكتشف في مصر وحصلت موجات رهيبة جدا. كانوا اللي أسسوا هنا الجمعية العلمية ودار الحكمة كان لهم دور كبير جدا في مقاومة موجات الكوليرا. موجات الكوليرا دي الموجة فيهم يعني تلاقي مثلا آخر موجة سنة 47 22,000 شهيد للكوليرا. في كتاب لزميل أستاذ في طب القاهرة قديم إن في 10 موجات كوليرا جت في مصر. 10 موجات. يعني ده أكبر مواجهة كانت في مصر مع الكوليرا واكتشف هنا. طبعا الطاعون يعني ده كان مرتبط بالنظافة العامة والفيران. الكوليرا برضه مرتبطة بنظافة البيئة، مياه صالحة مياه مش عارف. فالأطباء الرواد أساتذتنا اللي هم يعني أنشأوا الجمعية العلمية كان لهم دور كبير جدا في حكاية الكوليرا، ومنهم يعني أول عميد لطب القصر العيني والنقيب اللي يعني أسس وهو ابن فلاحة فقيرة جدا. قصته يعني تعرفك يعني إيه المرأة المصرية. المرأة المصرية بناءة. المرأة المصرية أم أحمس اللي قالت له اطرد الهكسوس فحرر مصر. المرأة المصرية آسيا امرأة فرعون اللي ضرب الله بها مثلا. المرأة المصرية هاجر أم إسماعيل أبو العرب. المرأة المصرية أقوى نساء الأرض. نعم. بجد مش عشان أنا مصر. يعني إحنا عندنا رائد الطب ومؤسسه اللي خد بشوية تربية امرأة مصرية فقيرة جدا. جوزها طلقها لانه مش قادر يصرف عليها، فلاح فقير. اصرت تطلع ابنها ولها قصه كفاح يعني هنتكلم عنها. حضرتك بتتكلم عن دكتور علي ابراهيم ولا؟ الدكتور علي ابراهيم اللي خد بشويه. علي ابراهيم ابن امراه فقيره جدا وابن فلاح فقير، وامه حامل. قال لها مش قادر اصرف على الحمل ولا قادر اصرف عليكي فطلقها. فهي يئست، لا كانت من قرية راحت اسكندرية وتعرضت لإيه وأصرت إنها تطلع ابنها شيء. طب وإزاي؟
اشتغلت بقى تبيع جبنه، اشتغلت مش عارف ايه، اشتغلت ايه. وده يدلك ان المراه، وانا ليا محاضره كانت في نعم. المراه هي اساس الحياه. هو أكيد الطبيبات أيضا سواء في الأوبئة المختلفة على مر العصور، سواء وقت فيروس كورونا، الطبيبة كامرأة أيضا كان لها دور كبير. لا، انت عارفه غرف العمليات والرعايه كلها طبيبات، كلهم طبيبات. اشمعنى بقى يا دكتور؟ يعني ما هي بقول لك المرأة المصرية. يعني حتى مين كان كتب، حد من الصحفيين كان كتب عنهم، وانا كتبت عنهم كتير. يعني شابات جميلات جدا سابوا كل حاجة وقعدوا في العناية المركزة اللي بيخاف منها الرجالة في اوروبا، وتلاقيهم جميلات كده ولابسين حلو وبتاع، وانا اقعد احتفل بيهم، وكل يوم اكتب عن واحده، انا كاتب عنهم كلهم. تأنيث يعني كده. أيوة. يعني دول واجهوا معركه كورونا ببساله، طبيبات. والشهداء اللي استشهدوا من الرجال زوجاتهم طبيبات برضه طبعا. يعني ما زي ما اتكلمنا عن الأوبئة المختلفة، وحضرتك ذكرت لي كان أقصاهم كان الطاعون والكوليرا بالذات ونتحدث عن فيروس كورونا. إيه الفروق بين هذه الفيروسات؟ كيف تعامل الأطباء بأشكال مختلفة معاه؟ لا يعني الكوليرا كانت حاجات بتكتشف جديد، وبيقدروا يواجههم وهم عارفين انه بيواجهوا ميكروب بكتيري. انما كورونا ده فيروس ملعوب فيه جينيا، يعني حرب فيروسيه. نعم. يعني حرب فيروسيه، كل شويه يقول لك يطلعوا جيل منها ومش عارف ايه. فدي حرب فيروسيه كانت بين دول كبرى، والعالم الثالث ده راح ضحيه فيها. ونحن نتحدث عن الجيش الأبيض، لا بد من الحديث عن الأطباء المصريين الذين ذهبوا طواعية إلى غزة لحماية أهلها والاهتمام بيهم، ومنهم طبيب عنده أو فوق 70 سنة تقريبا، ولكنه شاف إن دي مهمة مقدسة. ده الموسوعات العالمية تعجبت كيف جراح في هذا العمر عمل كمية يعني عمليات تدخل الموسوعات العالمية. وده زوجته زميلة وكرمناها في مؤتمر، وهكتب لكم عنه. يعني ده شخصية هو كده، هو ده الطبيب المصري. يعني حضرتك شايف مهمتهم في غزة الآن؟ طبعا. يعني كيف تراها؟ بالمناسبة أنا عضو مجلس إدارة الرابطة الطبية الأوروبية، ومسؤول ملف غزة والأطفال ومستشفيات غزة. فالإجرام اللي حصل في غزة ملوش سابقة في العالم كله. ما فيش حاجة اسمها تستهدف. القانون الدولي، قانون اليونيسيف في حماية الطفل، ممنوع المستشفيات دي مناطق آمنة، ممنوع ضربها. الطفل بالذات عنده اتفاقية حقوق الطفل. ما دي بقى قوانين دولية هم غير ملتزمين بيها، والمحاسبة حتى وإن كانت من خلال قرارات أو قوانين لا تنفذ ولا يتم الاتهام بها. نتنياهو متهم ومجرم. التطعيمات، برنامج التطعيم وقف في غزة. ده يؤدي لإيه؟ يؤدي ان الفيروسات اللي احنا بنطعم ضدها بتبدا تتحور. يعني العالم هيتعاقب، الفيروسات دي هتنشط وموجات جديده، والعالم اللي بيتفرج ده هيتعاقب. هي صحيح يا دكتور لما بتيجي بتكون بعد كده بعد الوباء في بينشط باشكال مختلفه، لكن بتكون اضعف. ما هو مش في كل الحالات، حسب حاجه اسمها الميوتيشن، يعني تغير الفيروس. لكن اللي حصل في غزه، هل سمعتي ان في مستشفى اتضربت عندهم؟ فلسطين المحتله، هل سمعتوا في مستشفى؟ هل سمعت في اطفال اتعانوا؟ ما فيش. هم احنا يستهدفوا اطفالنا، مش يعني مش اطفال. هم من ايام بحر البقر يا دكتور. مدرسه بحر البقر طبعا مقصود. يعني هم ما بيهتموش بالقانون. انا بقول لحضرتك في الخدمات الطبيه، وانا جايب شهادات يعني مسجلها للواءات الخدمات الطبيه، كانوا بيتدربوا من العيادات المتنقله اللي بتبقى مع الوحدات، ما يقعدوش في مكان كل شويه. ليه؟ بيستهدفوا الاطباء. ودي حاجه جرام. اطبائنا اخبارهم ايه في غزه يا دكتور؟ قايمين بدور كبير جدا. يعني غزه خدت من مصر يعني اطباء ودعم، والدكتوره هبه السويدي كمان عملت شغل كبير جدا. ومستشفى الحروق بتاعتها دي مستشفى لا مثيل لها في العالم بصراحه. يعني هبه السويدي شخصيه عظيمه يعني.
هناك الكثير من الأطباء ممكن يكونوا تابعين أيضا للجيش الأبيض وواجهوا مواقف صعبة ودافعوا عننا في مواقف مختلفة وإحنا ما نعرفش عنهم حاجة. حضرتك تذكر منهم حد، يعني بعض الأطباء اللي واجهوا بعض الصعوبات القاسية في سبيل إن هم يهتموا بالمواطنين ويكونوا أصحاء؟ احنا عندنا أطباء في كل العالم مصريين ومشهورين جدا. يعني في ألمانيا مثلا وأنا أعرفها كويس، ما فيش مستشفى ألماني ما فيهاش طبيب مصري. طبيب بريطاني كتب مقالة إن ضميره وجعه إن دول زي مصر بتتعب وتخرج أطباء وبريطانيا تاخدهم على الجاهز. نعم. فإحنا لازم نهتم بالأطباء الشبان. الأطباء الشبان دول هم الثروة الحقيقية عندنا. ده لما بيروح بريطانيا يشتغل جي بي بياخد 5000 استرليني. واحنا عندنا سواء كليه طب القاهره، عين شمس، الازهر، دي يعني جامعات عريقه وقويه احنا عندنا في كل المحافظات تقدم الحقيقه اطباء في الجامعات الاساسيه الحكوميه عندنا في كل المحافظات، من اسوان لاسيوط للقاهره، اسكندريه، الازهر. عندنا طب ملوش مثيل، يعني لازم نحافظ عليه، نحافظ على الشباب ما يهربوش مننا. في بريطانيا ولما رحت كينجز كوليج، الاطباء المصريين هناك يعني مثال مجدي يعقوب مثلا. مجدي يعقوب حالف قسم هنا في الدار. سير مجدي يعقوب. دكتور مجدي، دكتور ايه؟ ده سير مجدي يعقوب. ده هو بالمناسبه مدينه باسمه. بالمناسبه حضرتك قلت لنا ان هو كان هنا في دار الحكمه في نقابه. كل ما متخرج من قصر العيني. ايوه. فكل طبيب بيتخرج من اي كليه قصر عيني لازم بنيجي نحلف القسم هنا. قسم المهنه. ابو قراط. بيحلفوا هنا. في عندنا هنا قاعه كبيره جدا يعني دورين ومش عارف ايه بيتجمعوا فيها، النقيب يقف يقول القسم واحنا نقول وراه. الحقيقه يا دكتور شرفنا بلقاء حضرتك المؤرخ والطبيب الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي. شكرا لحضرتك يا دكتور. شكرا لكم، شرفتونا. ومشاهدينا ده كان لقائنا اليوم عن الجيش الأبيض، الشهداء من الأطباء سواء في حرب 73 سواء في أيام فيروس كورونا سواء ما بينها، ولكن دائما الطبيب المصري يمثل جيش ودرع واقي ضد أي أمراض لمصر ولأبناء مصر. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة على المصري دور. عالمصري دور وصور واحكي حكاية شعب. عالمصري دور واسأل مين فينا عاشها بقلب. تلقى الحبايب في ايدك ماشيين معاك في الدرب، قاسمين معاك لابتسامة صابرين في وقت الكرب. إرادة زي الجبل في الاجتهاد والعمل، على الحياة يقدروا على الحياة